سابني وعايزه انتقم منه، خني وعايزه انتقم منه، بعد عني من غير مبررات وعايزه انتقم منه. يا ترى ازاي تنتقم من الحد اللي باعك، ظلمك، قدمت له كل خير، عملت معاه كل حاجه كويسه، وقابل ده برفض، بصد، راح خطب غيرك، راح حب غيرك، عمل حاجات كتير قوي اللي احنا مبنبقاش متوقعينها كده ودماغنا بتعجز عن التفكير. عمل الحاجات اللي بتبقى صدمه بالنسبه لك، اللي هو ايه ده انا عامله معاه كل حاجه كويسه، امال لو اذيته هو ده نهايه المعروف؟ هو ده نهايه الجميل؟ هو دي شكرا اللي بيقولها لي؟ هقولك بقى ازاي تنتقمي من الحد اللي ما قدرش نعمه وجودك في حياته. مش هقولك بقى روحي اذيه، روحي اظلميه، روحي تبلي عليه، روحي اعملي الحاجات اللي بتسقري فيها لكرامتك وبتبقي عايزه الرد وقتي. عارفه تنتقمي منه امتى؟ عارف تنتقمي منها امتى؟ مش هقولك بقى لما ترجعه غريب، لما يبقى ولا شيء. حتى الغريب ليه فرصه. اي غريب خبط بابك ممكن تسمعه، ممكن تديله فرصه، ممكن تسامحه، ممكن يتاسف لك فتقول اوكي، يعني ما شفتش منه وحش. الحد اللي شفت منه كل وحش وكل اذى ليك اوعى ترجعه حتى في خانه الغريب. اتعامل ان هو حد شفاف، يعدي من قدامك ما تشوفهوش، ملوش وجود، ملوش لازمه انه تسمعه، ملوش لازمه انه يرجع لحياتك تاني. همشه ساعتها، صدقني والله الدنيا هتلف بيه وهيقع في اللي شبهه. هيقع سابك عشان حد، راحت لغيرك عشان اغنى، احسن، اوسم، سابت حبك وتضحياتك والمحاولات اللي انت عملتها عشانها، سابتك، سابك بقى. هنفترض حد دخل محل ملابس، شاف قطعه عجبته جدا، انبهر بيها، بقى مش مصدق ان القطعه دي ممكن تبقى في يوم من الايام بتاعته. ثم سأل البياع، قال له دي بكام؟ قال له برقم الفلاني. بص في جيبه لقى ان الرقم ده مش معاه، مش هيقدر يجيبه، مش هيعرف يشتريها، مش هيعرف يقتنص القطعه اللي كان حاببها. هيروح ساعتها لأقرب محل يشتري منها الحاجه اللي على قده، قيمته، مقامه. مش عيب ان احنا نشتري حاجه على قدنا، بس انت كنت غاليه، ما قدرش على قيمتك، ما قدرش يقتنص فرصه نعمه وجودك في حياته. فما تزعليش، فطالما انت غاليه، طالما انت ما كانش اي حد يقدر على قيمتك وعلى قدرك، فراح للي قده، راح للي قيمته، راح للي شبهه. فطول ما انت غاليه ما ترخصيش نفسك مع ناس رخيصه. هيلف لفته وهيرجع، هيرجع ندمان وغلطان وانا اسف وسامحيني. بس هيرجع امتى؟ لما هتدلقيه وهتكبري له خالص، لما مش هتسالي فيه. عايزاه يرجع؟ هيرجع في حاله واحده، لو انت عرفتي قيمه نفسك، لو انت قدرتي نفسك وعرفتي ان انت كنت غاليه كبيره، مش اي حد ينفع يقرب منك. في ناس تتفرج عليك من بعيد، تشوفك من بعيد، نعمه القرب دي مش لاي حد، فيخليكي عارفه ان انت غاليه. مش اي حد يعرف يبقى جنبك يتكلم معاكي. لو كل واحد بقى عنده الثقه دي بنفسه، مش هيقرب ليه اشباه المحبين، اشباه الذكور، مش هيقرب لنفسه الا الناس الكامله. ده كامل لله، بس مش هيقرب لنفسه الا الناس اللي عارفه قيمته وعارفه قيمه نفسها. وساعتها هتحسي بقيمتك، هتحسي ان انت غاليه ومتقدره، والناس اللي حواليكي شارين خاطرك وباقيين عليكي. ساعتها هيرجع، بس هيرجع وانت مش شايفاه، هيرجع وانت مش فارق لك. فاقوى انتقام تنتقمي بيه من الحد اللي ما عرفش قيمه وجودك، ما عرفش نعمه وجودك في حياته، ان انت كبري دماغك خالص منه، تنسيه. الزمن هيكون اكبر عقاب ليه، لانه هيلف، هيروح، هيجي، هيقابل ناس، بس مش هيعرف يقابلك انت، عشان انت نسخه ما بتتكررش. كل واحد ربنا خلقنا زي بصمات الاصابع، كل واحد مميز، صوابعك غير بعضها. دي كلمه مش بنقولها مجازا، دي كلمه فعلا، ان بصمه ايدك مختلفه، بصمه عينك مختلفه، بصمه روحك مختلفه. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. ابعتوا لي في كومنتات قولوا لي يا ترى الزمن دار، الحد اللي اذاكم رجع تاني، ولا انتوا اللي قعدتوا في دوامه الحب المستحيل. هستناكم، هقرا كل كومنتاتكم. سيرين العمري.